يا سيد ايه العظمة ده؟ جبنا المطعم كله عندنا 3 بيتزا كبار و5 ميني بيتزا. ايه العظمة ده؟ بيبسي وبيتزا. قلبي الضعيف لا يتحمل. يلا بينا نشوف بنعمل ازاي. بولة نحط كوباية مية زي دمع العين، معلقة من الملح، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من السكر، وهندوبهم الأول قبل ما نحط الدقيق علشان الملح هنا كان خشن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص حطيت معلقة الدقيق، اعملهم كده في بولة كبيرة وبعد كده نفضيهم في كوباية ونركنها على جنب. معايا كيس او كيلو دقيق، ما عنديش دقيق غير كده في البيت، احط شوية على جنب، يعني استخدم كيلو الا ربع واركن ربع كيلو للظروف. ممكن العجينة تطلع منك طرية فتبوظ منك، فالافضل انك تخلي شوية على جنب او تزودي المية شوية بشوية. تمام. خلاص احنا كده بنحلل الدقيق، لازم يكون متعدد الأغراض. معايا كيلو الا ربع حللته كده ودخلت فيه الهواء. معايا زعتر، زعتر أخضر، ممكن تجيبي زعتر من عند العشري أو أي حد يعني بتاع عطارة وكده. معايا كوباية من الزبادي أو 3 معالق كبار من الزبادي. الزبادي هنا بيطر العجينة وخليها طرية معايا. ما عندكيش زبادي مفيش مشكلة، حطي كوباية لبن. ما عندكيش لبن مفيش مشكلة، حطي معلقة لبن بودر وكوباية المية الدافية. هنا بقى المفروض نستخدم نص كوباية من الزيت الزيتون، فاحنا مش بنحب زيت الزيتون قد كده على الأكل. هحط قد معلقة كبيرة، ده بتنجط صغير كده. هحط معلقة كبيرة وأكمل بمعلقتين كبار كده بزيت اللي هو العادي، واخلي الباقي وانا بعجن والم بيه العجينة في الاخر. تمام لحد كده تمام. اول حاجة هنستخدم، نقلب اول الخليط كده ببعضه. خلاص احنا عندنا المية والسكر والخميرة محطوطين على بعض. هنقلب الزبادي ونضيف المية بتاعة الخميرة الاول قبل اضافة اي حاجة، قبل اضافة اللبن او اي مية. الخميرة تعرفين ان هي شغالة ولا لا لو عملت فقاعات زي اللي وريتها لكم. خلاص كده فضينا أمية الخميرة ونعجن، نلم العجينة بتاعتي. ولازما ما زودش مية لغير لما نحس ان العجينة في ايديا متماسكة. العجينة بتاعتها لا هي طرية ولا هي ناشفة، ما احتاجتش مية تاني. اخدت مني 3 معالق كبار من الزبادي وكوباية بتاعت المية اللي زي دمع العين. او هتضيفي المية وهي سخنة عشان ما تفسدش منك العجينة. خلاص العجينة كانت خلصت، اسيبها تتغطى كده في مكان دافي لحد لما تخمر. معايا التوم ومعايا الزعتر اخضر هضربه في الخلاط وكله ني في ني مع معلقتين من الزيت واسيبه يتسبك على النار. معايا فلفل الوان كده نقطعه شرايح رفيعة. تمام. ومعايا خطوة مهمة كده في الفلفل، خليكم مركزين معايا هعمل فيه ايه علشان خاطر يكون حلو. معايا زيتون كنت خلاص كده طلعت منه البذر، ومعايا جبن عاملاها بشر. لحد كده الموضوع تمام. معايا بقى صدر فرخة كبير كده كنت متبلاه بانيه، فكده الموضوع هيكون عسل وموفر معايا. هو في تتبيلته وفي حاجته كده، مش هحط لا بصل ولا اي حاجة. هحط شوية من الزيت وانا هستخدمه كشاوي، يعني هاخده كده على وضعه واحطه اشوح الشاورما من غير اي اضافات غير التوابل، وهو فيها ملحها مع الكمون والفلفل الاسمر وذرة من الشطة. العجينة كده كانت خمرت بعد ساعة. ايوه، العجينة بتعرف ازاي إن هي اختمرت معاكي لما بتحطي صبعك وتشوفي العلامة. لو صبعك رد تاني يبقى العجينة بتاعتك ما خمرتش، لو تاني معلم يبقى العجينة بتاعتك اخمرت والحجم بتاعها كبر. لازم العجينة تخمر علشان خاطر تريحك في التبطيط وعشان تكون حلوة في الخبيز. ايوه، هنعمل 5 ميني بيتزا وهنعمل 3 وسط. هنقرصهم بالدقيق، الدقيق افضل من الزيت علشان خاطر ما تكونش منك دسمة قوي، وفي نفس الوقت تكون خفيفة وتتاكل وما تكونش تلزق في ايديك وانت بتبططيها. ايوه، ولو عندك ردة كمان هيكون افضل لما تحطيها في ارضية الصاجة. عندي بقى ملحوظة حلوة قوي، سخني الصاجة قبل ما تحطها فيها، يعني تكوني مولعة الفرن وانت بادئة تبططي وتكوني مسخنة الصاجة معاكي، هتحسي ان العجين بتاعك ما بيغيبش في الفرن. هنا الصاج كله كان سخن
حبيت ان انا اعمل كده برواز دايما يدور فيه البيتزاية، ولازم أنا اخرمها بالشوكة. الصلصة كانت استوت بالطريقة ديت، الصلصة بالثوم بالزعتر بالفلفل الاسمر بس. حطيت الشاورما في الاول. ايوه يا سيدي، كتري وبلاش تستخسري. نوزع كده بالتساوي، شوية من الزيتون على شوية من الفلفل الألوان. ايه الخلطة اللي انت عملتها وايه التكة اللي انت عملتيها؟ انا قطعت البصل شرايح، حطيته على النار مكان الشاورما مع ذرة بسيطة من الزيت، انا عايزاه ما يكونش مخرص في بقي. لما بحط البصل على النار كده في طاسة بسيطة، حطيت معاه الفلفل، فبالطريقة ديت هيتساعد السوا، وفي نفس الوقت مش هيتشعوط مني من النار وهيكون طيب. ده بقى انا عملتها بيتزا محشية جبن، مكس الجبن كده من على الحروف، وكان طعمها زي العسل ما شاء الله عليها. بالشوكة كده وثبت الحروف تاني، واحط معلقة الصلصة دايما ما يدور زي كل مرة. كتري وبلاش تستخسري ما شاء الله. صدر فرخة عندك وموجود في البيت، لو مش عندك هتشتري من الجزارة. والبصل موجود، الزيتون اكيد بتشتروا زيتون يعني. كل حاجة متوفرة في البيت، لو حسبتيها هتلاقي التكلفة معاكي بسيطة. الميني بيتزا ما شاء الله عليها. خلاص خليت الاولاد هم اللي يعملوها بايديهم، جانا كانت بتفرد الصوص بتاعها هي والشاورما. حطت الصلصة وحطت الشاورما كده ما شاء الله. الفرن كنت سبته يسخن، أول ما بدأت إن أنا أبطط فما شاء الله كان بيسوي معايا. جانا حطت الصوص وحطت ميكس الجبن والشاورما. أيوة جانا بس اللي هتحط، لا ومحمد يحط الزيتون. لازم كل واحد يعني يحط بصمة كده من إيديه. ربنا يهديهم يا رب، ويهدي لكم أولادكم ويبارك فيهم يا رب العالمين. أما هنا الشيخ يوسف كان بيحط الخضار ما شاء الله، بألف هناء وشفاء. شارك أولادك لو بجزء بسيط من الحاجة اللي بتعمليها علشان يحبوها، حتى تحس إن هما يفتكروا الحاجات دي لما يكبروا لها ذكرى. تكون لها طعم معاهم هما بياكلوها، إن هما بيشاركوا في الحاجة. خلاص بقى كده البيتزا كانت طلعت يا سيدي، والميني بيتزا كانت طلعت ما شاء الله عليها، وطعمها كان. لو الفيديو عجبك حط اللايك، ولو انت لسه جديدة اشتركي في قناة وفاء خالد عشان يوصلك كل جديد. خلاص بقى حط اللي انت عايزاه، عايزة تحطي كاتشب مايونيز تومية اللي انت عايزاه. سيبكم في رعاية الله.